السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتلاحظوا معايا غادي نوجدوا القريشلات اولا القرص بلا دلك وبلا عجينه، بالضرب يدوي. كيجيو خامرين وزوينين وهشاش بحال القطن. بقاو معايا غادي نشوفوا ان شاء الله الطريقه والمقادير، وما تنسونيش بواحد جيم. وبسم الله على بركه الله نبداو. فالمقادير يعني ان شاء الله غادي يكونوا مضبوطه وبالعبار ديال كاس ديال العنبه. عندي شاسي ديال الفاني، عندي معلقه كبيره ديال الخميره، عندي بيضه، معلقه ديال الزبده او المارغرين، عندي ياغورت واحد، من الاحسن يكون بلا سكر، عندي 2 كيسان ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت النباتيه، وعندي سكر ديال السنيده تقريبا ربع كاس، كيبقى على حساب الذوق. الا قدرتوا توصلوا حتى لكاس لاروب الا عزيز عليكم الحلاوه ممكن، الا ما كانش يعني فقط كاس الا ربع. وهنا عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق. غادي نبداو بسم الله. اولا غادي ناخذوا الحليب، غادي نديروه في واحد الاناء، وغادي نزيدوا عليه هذيك المعلقه ديال الزبده ونديروهم فوق البوطه يسخنوا فقط شويه، يعني غير يدفاو. وغادي ناخذ ديك المعلقه ديال الخميره، وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء، من الاحسن حتى هو يكون دافي، يعني ماشي سخون، فقط انه يكون دافي. وغادي نذوبوا هذيك الخميره هي الاولى. من بعد غادي نزيد السكر سنيده، وغادي نزيد الياغورت. فالجميل يعني في هاد يعني كل واحد كيفاش كيسميهم، كاين اللي كيسميه البريوش، كيسميه القرص، كاين اللي كيسميه الكرواسه. فيعني المقادير كيكونوا مضبوطين وما تنعجنوهمش بزاف. هنا البيضه غادي ناخذ فقط الابيض ديالها، والاصفر غادي نخليه جانبا باش نديرو به يعني تزيين في الاخير. غادي نزيد هذيك الفانيلا من وراء البيض نيشان. وغادي نخلط هاد العناصر هادو جيدا، يعني نخلطهم حتى يندمجوا العناصر كلهم بيناتهم. كما قلت لكم فالمقادير مضبوطه، يعني حتى الدقيق مضبوط، فقط كيبقى في الاخير يعني غادي نشوفوا في الفيديو. يعني لا قدرنا اما نقصوا اما نزيدوا نص كاس، اما هما 5 ديال الكيسان كيبقى على حساب الدقيق. هنا بعد ما حطيت يعني بعد ما درتها فوق البوطه يعني دفات واحد شويه، فغادي نخلطها بحال هكا نيايا، ونتاكد ان ما تكونش سخونه، لان الا كانت سخونه فما غادي الخميره تضيع ليا. خاصها تكون يعني فقط انها تكون دافيه. وغادي نزيدها على الخليط بشويه بشويه بحال هكا حتى نكمل الخليط دائما بالضراب اليدوي. وغادي يبقى لنا الزيت والدقيق، ولا تقريبا نصف الكميه ديال الدقيق حتى الاخير. من بعد ما غادي نخلط هاد المكونات هادو، غادي نزيد 2 كيسان ديال الدقيق، فقط 2 كيسان ديال الدقيق. وصافي غادي نخلط ونخليها جانبا تقريبا واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه على حساب الجو، واش بارد او لا سخون. المهم انه خاصو يعني تبان لنا خمرات، بدات كتخمر ولا تضاعف الحجم ديالها. الا تبعتوا هاد الطريقه وهاد الخطوات يعني كما درت معكم هنا في الفيديو، غادي ينجحوا معكم 100%، وكيجيو صدقوني رائعين وهشاش وخفاف، وما كيطلبوش يعني مجهود في العجينه. فانا جربت يعني شحال من طريقه. لاحظوا معايا هذا الكاس الثاني، زدت الكاس الاول حتى دخلته في الخليط، وعاد زدت الكاس الثاني، وغادي نبقى نخلط مزيان حتى يندمجوا العناصر مزيان. ما قلت لكم جربت بزاف ديال الطرق، ولكن هذه جاتني سهله وصراحه كتعطي نتيجه اللي هي مذهله. فتيخمروا وتيجيو زوينين وتيجيو هشاش، وحتى المذاق ديالهم يعني زوين. دانون تيعطيهم واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. صافي بعد ما دخلت هذوك 2 كيسان خليتها هنا، راه خليتها تقريبا واحد 20 دقيقه. لاحظوا معايا يعني خمرات مزيان. نقرب لكم الكاميرا. فيعني السر ديال نجاح القرص راه هما انهم يخمروا، يعني خمرات هنا كتلاحظوا معايا مزيان. غادي نخلط وغادي نزيد هذوك 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. قبل سمحوا لي غادي نزيد هذاك يعني كاس لارب ديال الزيت، وغادي نزيد الدقيق، ومباشره غادي نبدا انني نشكلهم. يعني ما غاديش هاد المره نخليوها تخمر، فقط في المره الاولى كنخليوها تخمر وكتخمر دغيا. يعني من في الطرق الاخرين كنت كنديرها ونعاود نعجنها ونعاود نديرها ونعاود نخليها تخمر 2 المرات. فهذه لا كتخمر المره الاولى فقط صافي. وملي كنزيدوا هذوك 3 الكؤوس يعني ديال الدقيق، ومن طبيعه الحال يعني كندخلوهم في الخليط، وغادي نستعملوا ايدينا، وغادي تشوفوا معايا يعني القوام ديال الخليط.
مباشره كناخذوا اللاطه ديالنا وكنبداو نشكلوها. هنا انا يعني راه هذوك الكيسان عندي معبورين في هذيك الاناء ديال الدقيق، يعني عبروا 5 ديال الكؤوس، وعينكم ميزانكم في الاخر. في الاول كما كتلاحظوا معايا هكا غادي نخلط فقط بالضراب اليدوي حتى تقال لي العجينه شويه، وعاد غادي نستعمل اليدين ديالي، ولكن يعني ما غادي لا ندلك لا والو. كما كتلاحظوا معايا غادي فقط انني ندخل الدقيق في الخليط، والعجين خاصو يبقى يتلصق في اليدين. يعني هذه مهم انه العجين يعني ما يكونش قاصح. ودائما كما كتعرفوا ان العجينه ديال الكرواسون او الكرواسون خاصها تكون يعني خفيفه، ولكن يعني ماشي تاني خفيفه بزاف باش باش تجي شاده، يعني باش يجي لا فوق ديالها مزيان. لاحظوا معايا فهنا تقريبا زدت واحد شويه ديال الدقيق على هذوك 5 ديال الكؤوس، يعني هما ما كيبقاوش مضبوطين، ولكن في هذا العبار هذا يعني 5.5 4.5 بحال هكا. لاحظوا معايا صافي هذا هو السمك اللي بغيت ديال العجين او القوام ديال العجين، يعني مجموعه ولكن او ميم طون كتلصق في الايد وخفيفه باش يعني كيجيونا هشاشين. لاحظوا معايا صافي هنا غادي نتوقف وغادي ندوز انني نغسل ايديا وندوز نشكلهم. وفي هذه الاثناء من طبيعه الحال نكون درت الفران يسخن، ضروري الفران انه يكون سخون. غير نبدا نشكل ندير الفران يسخن لانني ما كنخليهمش فقط يخمروا. هنا من طبيعه الحال ضروري اننا اما ندهنوا اللاطه اما نديروا لها ورق الزبده، وملي نبداو الخدمه ضروري يدينا ندهنوهم بالزيت. هنا غادي ندير فيها الشوكولاته ديال الدهن، ممكن انكم ديروا فيها المربى او لا اي شوكولاته عندكم، يعني ديال الدهن ولا الشوكولاته المربعات او اللي بغيتو. بهذه الطريقه كناخذوا شويه بين يدينا وكنديروا الشوكولاته الوسط وكندوروها، يعني كل واحد بالطريقه ديال يعني ديال التكوار ديالو صافي. وكنحطوها دائما ندهنوا يدينا لان كما قلنا العجينه كتلصق ما غاديش تجينا يعني سهله، فضروري اننا ندهنوا اليدين ديالنا بحال هكا. كنديروا فيها شويه ديال الشوكولا الوسط وصافي، يعني تنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا يعني الكميه ديالنا كامله. يعني بهذه الطريقه ممكن يعني اننا ما نديروهمش على شكل دائري، ممكن نديروهم على شكل بحال هكا بحال المستطيل، كيما ممكن اننا نديروهم يعني باشكال اخرى، يعني نقدروا نتفنوا في اشكال اخرى. وهنا بعد ما كملت الكميه غادي نزيد يعني نزينها بصفر ديال البيض، وغادي ندير جنجله الفوق والنص يعني غادي نديرو بالجنجلان والنص غادي نديرو، والنصف الاخر غادي نديرو كما كتلاحظوا معايا بحبوب ديال الشيا، فهي حتى هي مفيده وصحيه بزاف. خصنا ندخلوها يعني في المطبخ ديالنا بحال هكا في وصفات ولا هكا. صافي بعد ما يعني درنا الفران يسخن وزينا القريشلات ديالنا فغادي ندخلوهم الفران يطيبوا. من طبيعه الحال يطيبوا من التحت هو الاول، عاد نحمروهم من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو تيحمقوا هشاشين ورائعين. صراحه كنتمنى انكم تجربوهم، ضروري انكم تجربوهم بهذه الطريقه هذه، لانه غادي يهنيوكم من العجينه. وعاود عجن وخليها ترتاح وعاود عجن فقط بالضراب اليدوي كنحصلوا على النتيجه هذه. الى فيديو قادم، السلام عليكم.